كان في ولد صغير اسمه آدم، وده كان أول يوم ليه في المدرسة. تعالوا نشوف أول يوم عمل إيه. مامته صحته بدري وقالت له يلا يا بطل، النهاردة يوم مميز بالنسبة لك، ده أول يوم ليك في المدرسة. آدم فتح عينه كده وقال لها يا ماما بس أنا خايف، هو أنا مش عارف هقابل مين في المدرسة النهاردة، ويا ترى أصحابي الجداد هيحبوني وهحبهم ولا أنا هعمل إيه؟ قالت له أنا عارفة إنك قلقان شوية بس ما تخافش، المدرسة مكان جميل جدا وهتتعلم حاجات جديدة وهتقابل أصحاب كتير وهيكونوا جمال جدا وهتحبهم، وأنا كمان هفضل جنبك. لبس آدم لبس المدرسة ومشي في الطريق مع مامته للمدرسة، وكان فرحان بس قلقان شوية، وفضل ماسك ايد مامته طول الطريق ويقول لها يا ماما ما تسيبنيش لوحدي. مامته كانت بتضحك وتقول له انا هفضل مستنياك هنا، ولما الجرس يرن هخرج وهجيبك، وجرب النهارده وهتشوف قد ايه انت هتكون مبسوط. طبعا آدم جري ودخل المدرسة ودخل الفصل، بس كان قلقان وماشي ببطء كده، لكنه على طول اتفاجئ ولقى الأطفال التانيين بيضحكوا له وبيبتسموا له، والمدرسة كمان قعدت جنبه وقالت له ازيك يا آدم، ده احنا معانا لعب وقصص كتير قوي النهاردة هتحبها. آدم انشغل في اللعب وفي التلوين والضحك مع أصحابه، ونسي خالص إن هو قلقان وخايف، وحب المدرسة جدا. ولما يومه خلص في المدرسة خرج يجري من المدرسة وهو مبسوط وبيقول لمامته أنا فرحان قوي، أنا عملت حاجات حلوة مع أصحابي ورسمنا وتعلمنا حاجات جميلة، أنا بكرة عايز أروح المدرسة تاني. مامته ضحكت قوي وقالت له أنا فخورة بيك يا بطل.